في وصفات بتعملها لانك بتحبها، وفي وصفات بتعملها لانه كل الناس بتحبها وانت اخر همك، وفي وصفات بتعملها لانه حدا طلبها منك وانتو ما فيني يرفض لكم طلب. فيلا نبلش. اول شي بدنا 100 جرام زبده، 3/4 الكاسه سكر، وبدنا بيضتين درجه حراره الغرفه، ومعلقه كبيره فانيلا. وهلا بنخفق كل شي مع بعض. وهلا بعد ما خفقناها بدنا معلقه بيكنج باودر وبرش نص ليمونه او بردقانه، وهي اساسيين مشان تخلوا الجيران يدقوا الباب يسالوا شو فيه، بس هالمره حجار القلعه مو كيك. وثلاث كاسات طحين منخولين. وهلا بنعجن لتصير عنا عجينه مثل هيك. بنفرد تلتين بالصينيه المدهونه بالزبده، والثلث الثاني بنبعته على القطب الجنوبي، قصدي على الثلاجه. وهلا بنحط اي نوع مربى، انا رح طقم مع الكنز اليوم رح اختار مشمش. وهلا بنبرش الثلث الثاني فوق اللي طلعناه من الثلاجه، وودعوا لي اياها على الفرن اللي محمينه من قبل، وبس نفوتها بنطفي من فوق. وهلا صارت عنا جاهزه، حطيناها بالفرن ثلث ساعه، واخر 5 دقائق شغلنا الفرن من فوق. شكلها حلو، الناس بتحبها، انا مو كثير بس هي طلبت وانا ما فيني ارفض لكم طلب. جربوها وخبروني اذا انتم مثلي ولا من جماعه اللي بحبوها. اكتبوا لي بالكومنتات شو بتقولوا، لمبروشه ولا حجار القلعه. نحن من الاحجار القلعه. بحبكم كثير كثير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.